وحكاية جديدة وده ساكورا شخصية غريبة جدا، شكله لوحده يلفت النظر، شعره وعيونه ملهمش زي، وتحس كده انه طالع من عالم تاني. وعلشان انه غريب الأطوار كده محدش بيطيقه، بس الغريب بجد قوته وعنده طاقة تخوف، بس للأسف مش بيعرف يتحكم فيها كويس، فالدنيا معاه دايما مقلوبة. علشان كده ومع انه جامد جدا الناس مش بتحبه، هو كده شوية غامض ومش بيحب يندمج مع حد، حتى في أحلامه مفيش راحة، دايما بيشوف نفس المشهد، الناس بتتنمر عليه وبتكرهه زي الواقع بالظبط. وعلشان كده هو بقى عنده عقدة، مش بيحب غير الناس القوية اللي عندهم هيبة وقوة، وأي حد ضعيف بيتجاهله تماما أو يمكن بيكرهه كمان. المهم بطلنا ساكورا صحي من النوم مخنوق كالعادة، الأحلام مأثرة عليه، نزل يتمشى شوية في الهوا علشان يفوق نفسه، والجو كان حلو جدا، ده بقى الجو الحلو بتاعه قصدي. وفجأة هو ماشي لمح بنت شكلها يجنن، لابسة بسيط بس ملامحها تخطف، وكانت واقعة في موقف بايخ جدا. شوية عيال مش محترمين محاصرينها في الشارع، كانت ماشية بحالها شايلة حاجات في ايدها كده، لما العيال دي بدأت تتلم حواليها وقالت لهم بكل عصبية لو مبعدتوش عني أكسر وشكم بالبيض اللي في ايدي ده. بس طبعا واحد منهم رد عليها بمنتهى الوقاحة: يعجبني البنات اللي ليهم شخصية كده، بس كل ما تعندي كل ما تتعاقبي اكتر. وشه مليان استفزاز، وهي ولا كأنها سمعته قررت تتجاهله وتكمل طريقها، بس الواد قليل الأدب مد ايده ومسكها من دراعها. وهنا دخل البطل بتاعنا ساكورا، كان واقف بعيد وشايف كل حاجة، واكتر حاجة بتعصبه في الدنيا ان حد يتظاهر بالقوة وهو في الحقيقة اضعف من انه يقف لوحده قدام مرايته حتى، فكان لازم يتصرف. ساكورا وقتها بص للولد وقال له بهدوء بس في تهزيء كده على الناشف: محدش قالك ان دي مش طريقة تتعامل بيها مع البنات الصبح كده؟ يعني الواحد لسه ما فقش تروح تعمل فيها فتوة؟ اللي بتعمله ده ما يصحش خالص يا معلم. بس طبعا الواد ما استوعبش، رد عليه بعصبية: انت مين وبتقول ايه وتبصلي كده ليه يا عم؟ غور من وشي بقى، مش ناقصاك دلوقتي. قرب منهم بكل هدوء وبدون ما يقول ولا كلمة، حط ايده على كتف الشاب ده وقال له اللعب خلص وجه وقت العقاب. فالولد قرر ان يمد ايده ويضرب ساكورا، بس قبل ما يفكر حتى يتحرك ساكورا كان سبق بخطوتين واتحاشى الضربة، وكان عنده رد فعل قوية، وبنظرة غضب كده لكمه لكمة جامدة جدا وقعت الواد على الأرض في ثانية. الشارع سكت والبنت اتخضت، وساكورا بصله وقال له: هو مين يا معلم اللي قالك انك قوي؟ يعني عشان عندك عضلتين طالعين بالعافية قررت تلعب الناس بيهم؟ دماغك فيها ايه؟ وبعدها مسكه من هدومه ورفعه شوية وقال له: بصلي كويس، ركز في وشي واحفظه، علشان المرة الجاية لما تفكر تعمل كده تفتكر ان في واحد اسمه ساكورا، علشان القوي منكم يجي يدور عليا، انما الضعيف خليه بعيد، دي مش لعبته. وبعد اللي حصل الكل عرف ان هو ساكورا الطالب الغامض من ثانوية فورن، البطل اللي طلع من تحت الارض وركب عرش القوة كده من غير ما يستأذن حد. وبعد ما خلص مهمته البطولية رجع لوضعيته المعتادة، حط ايده بجيبه ومشي بخطوات تقيلة كده، بس البنت ما سكتتش، جريت وراه وقالت له: استنى، انت رايح فين؟ بس هو ولا كأنه سامع، مكمل في طريقه ولا كأنه شايفها. بس هي لحقت تمسك دراعه وقالت له بهدوء: بجد شكرا شكرا انك ساعدتني. فهو لفلها بنظرة استغراب وقال لها: هو انت بتكلميني انا؟ قالت له وهي رافعة حاجبها: هو في حد غيرك هنا؟ اكيد بكلمك انت، يعني انت هتهزر؟ وهنا ساكورا اتوتر ووشه احمر كده زي الطماطم، هو اصلا ما بيعرفش يتعامل مع بنات، واللحظة دي بالنسبة له كانت شبه كارثة اجتماعية. ولانه مش بيعرف يتكلم مع بنات قام قال لها بنبرة جد زيادة عن اللزوم: بصي، ما تفتكريش ان انا ساعدتك علشان اقعد اقولك يا امورة ومش عارف ايه، لا سمح الله يعني، لا، انا ساعدتك علشان الولد ده استفزني، الموضوع ملوش دعوة بيكي خالص، فاهمة؟ بس كده. وهي واقفة مش فاهمة وبصت له بنظرة كده فيها حبة سخرية وقالت له: هو في ايه؟ انت متعصب ليه كده؟ على فكرة هو انت مش جعان؟ قال لها: انا لا طبعا جعان ايه، بس بصراحة كان بيكذب وهو بيشم ريحة الاكل اللي جاية من المطعم. وفي الاخر راحت واخداه معاها على المطعم اللي بتشتغل فيه وقدمت له طبق اكل شكله يفتح النفس، وكان اول مرة يحس بالامان كده من وقت طويل. وهناك بدأت تسأله عنه وعرفت انه مش من المدينة دي اصلا، جاي من مكان مختلف تماما وما يعرفش حد هنا، والبلد كلها بالنسبة له غريبة. فقالت له كده باستغراب: يعني ايه اللي جابك هنا؟ اصل المدينة دي مشهورة بالمشاكل والقتالات والعصابات، الناس الطبيعية بتبعد عنها مش بتقرب. فرد عليها وهو بيضحك كده: اه، ما انا مش طبيعي، دماغي بايظة والناس كلها عارفة اني غريب الاطوار. فقالت له: مش ده اللي اقصده بالظبط، بس
بصراحة أهلا بيك وسط المجانين، أنا كمان مش من هنا بس عادي يعني الواحد بيتأقلم. على العموم أنا كتوها اتشرفت بيك والله. وساكورا وقتها كان واقف محتار مستغرب جدا من كتوها، يعني هي ليه بتتكلم معاه بلطف كده وهو مش متعود على كده خالص، خصوصا بعد ما ضرب قدامها 5 شباب بلكمة ونص. المفروض تخاف يعني زي كل الناس اللي كان يعرفهم ببلدته القديمة، بس هي لأ، ولا كأنها شافت حاجة، كانت عادية وطبيعية وبتعامله كأنه إنسان مش وحش. وسألته فجأة هو أنت ليه مش بتاكل؟ ما تقوليش إنك مش بتحب العجة، لأ كده زعل بجد. قام هو بص على طبق وقال لها يا ستي ما تزعليش هاكل أهو. وأول ما داق لقمة صدم، الطعم كان حكاية وعينه فتحت كده كأنه لأول مرة يدوق حاجة جميلة كده من زمان. قال لها وهو لسه بياكل هو ينفع آخد معايا شوية من ده يعني تيك أواي وكده؟ فقالت له وهي بتضحك لا يا عم قوانين المحل واضحة، الأكل هنا جوه وبس. وهو بيبلع لقمته سألت له كده سؤال من العيار التقيل، هو أنت ليه شكلك غريب كده؟ يعني شعرك كل نصه بلون وعينك كمان، إيه ده أنت صابغ شعرك ولا لابس عدسات ولا بتشتغلنا ولا إيه الحكاية؟ ساكورا بصلها بنظرته الغاضبة وقال لها إيه هو شكلي مضايقك في حاجة؟ بس هي كانت مركزة في ملامحه مش خايفة، بالعكس مستغربة جدا وفي دماغها مليون علامة استفهام. وفجأة ساكورا وقف مرة واحدة وقال لها انتي مجنونة بجد، ازاي بتتكلمي معايا كده عادي؟ الناس كلها عادة بتكرهني او بتخاف او بتتصرف كأنهم مش شايفيني اصلا، انتي ليه مش زيهم؟ قالت له بهدوء كده وهي بتشرب مية علشان انا متعودة اشوف ناس مخها تعبان زيك كده بالظبط. ومن اللحظة دي بدأ يحكي لها عن حياته وشكله المختلف، وانه دايما كان سامع ان مظهره مش هيعمل فرق في القطار المدرسي فورين. بالمناسبة يمكن تكون بتسأل نفسك كل شوية يعني ايه فورين اللي قاعدين نعيد ونزيد في اسمها دي؟ فانا هقولك يا سيدي، فورين دي مش مدرسة عادية، دي تقريبا كده حلبة مصارعة متنكرة في هيئة مدرسة ثانوية. اللي بيدخلوها مش ناس جايين يذاكروا، دول مقاتلين كل واحد فيهم جاي وراه حلم انه يبقى الاقوى او على الاقل ما يتحطش تحت رجلين حد. كل يوم فيها بيعدي بيكون فيه قتال وضرب وعنف، حتى في الاعياد يعني محدش بياخد بريك لا جمعة ولا عيد شم نسيم. وساكورا بقى قال لها بكل فخر كده انا جيت هنا علشان سمعت عن المدرسة دي وجاي اكون القمة، انا عارف ان انا اقوى واحد فيهم. كاتوها بصت له كده بنص عين وقالت له يا سلام ده كلام كبير قوي عليك. فقال لها مش بالظبط، بس فكري كده واحد الناس شايفينه ملوش اي قيمة بس عنده قوة جبارة بايده، لو دخل المدرسة كلها ناس اقوياء مش ده احسن مكان يثبت فيه نفسه؟ انا هدفي ابقى رقم واحد. المعركة هنا بتحدد مين اقذر القادرين، ده على كلامهم هم يعني. قالت له واضح انك معلق امال كبيرة قوي على المكان ده. وهنا خدت بالها من حاجة فجأة ووشها نور بالحماس، استنى كده ده انت لابس زي المدرسة دلوقتي؟ يعني بتشحن نفسك نفسيا قبل ما تبدأ بكرة؟ ده انت كيوت والله يخرب عقلك. وساكرة وشه بقى زي الطماطم وقال لها بنرفزة كيوت ايه وبشحن نفسي ايه يا شيخة؟ ما تعصبينيش، انا بس لسه منتقل للبلدة الجديدة فما كانش عندي هدوم غير كده مش اكتر. لكن كتوها بصراحة كانت مصممة تغيظه وقالت له ماشي يا عم ما انا عارفة ما تتوترش. وكانوا هيبدأوا خناقة جديدة لولا ان الجد العجوز اللي كان قاعد في المطعم قطعهم بشكر لكتوها على الاكل الجميل اللي قدمتهوله. وقبل ما يمشي ساكورا نده عليه وقال له يا حاج استنى نسيت حاجتك هنا. الراجل رجع وقال له ايوه والله شكرا يا ابني، دايما بنسى حاجتي. واحنا بنشوف ساكورا بعد كده ماشي بالشارع وايده فيها حلاوة ملفوفة كده صغيرة، وشه مستغرب جدا. افتكر وقتها لما كتوها قالت له العجوز اداك دي كهدية علشان فكرته بشنطته اللي كان فيها هدية لحفيده وكان هيضيعها، فانبسط جدا وقرر يشكرك بالحلاوة البسيطة. وهنا ساكورا وشه احمر من الخجل. كتوها طبعا ما فوتتش الفرصة وقالت له وهي بتمثل البراءة طب هو انت كل ما حد يكلمك وشك يحمر كده؟ هو انت حساس قوي كده ليه؟ رد عليها ساكورا وهو بيحاول يخبي خجله بالعصبية المعتادة بقولك اسكتي خالص، البلد دي شكلها مجنونة، يعني ازاي واحد غريب شكله غريب لابس زي فورن والمدرسة نفسها معروفة انها وقر للمجانين والاقوياء القذرين، وتيجي واحدة زيك تحترمني وتعاملني بلطافة؟ لا انت اكيد مش طبيعية. فردت عليه كاتوها بكل بساطة يا لهوي ده انت حالتك صعبة قوي بجد. كاتوها بصت له وقالت له بص انا مش هكدب عليك، انت اختيارك لمدرسة
فورين كان ذكي جدا، بس وضعك الحالي لأ مستحيل توصل بيه للقمة. وطبعا ساكورا اللي بتنرفز من أقل حاجة قام واقف وقال لها بعصبية يعني ايه الكلام ده، انتي ما تعرفيش أنا قوي قد ايه ولا ايه؟ لكن كاتوها فضلت هادية وقالت له أنا مش بقول إنك مش قوي، بس مهما كنت جامد عمرك ما هتبقى في القمة يا فورين لو فضلت كده لوحدك. هو طبعا ما استحملش الكلام ده ورد عليها بعصبية أكتر أنا مش محتاج حد، أنا قوي كفاية لوحدي، وسابها ومشي كده وهو على آخره. قالت له أنا مش قصدي على القوة الجسدية يا ساكورا، جرب تتعرف على شباب فورين يمكن تفهم قصدي. وأنا شخصيا حسيت إن دي أكتر جملة هتهز ثقته، لكن هو كالعادة مطنش ومشي كأنه مش سامع حاجة. وفي نفس الوقت العصابة اللي كان ساكورا ضرب أفراد منها وهم بيضايقوا كاتوها جمعوا باقي الرجالة وقرروا ينتقموا. نزلوا الشوارع قعدوا يكسروا ويدمروا، الناس كانت مرعوبة حرفيا، والناس بدأت تتصل بأي حد يمكن ينقذهم لأن اللي بيحصل في الشارع بقى كارثة بمعنى الكلمة. وبطلنا ساكورا كان ماشي ببرود تام ولا كأنه شايف حاجة لحد ما واقف قدام العصابة دي كلها، والعصابة واقفة مستنياه، وقائدهم هو نفس الشاب اللي ساكورا مسح بيه الأرض في أول الحلقة. وأول ما شافه قال له أنا بصراحة ما توقعتش إنك هتخرج لنا بالشجاعة دي يا بطل فرن الصغير. وهنا يا جماعة ساكورا لمح العصيان اللي في إيدين كل واحد فيهم. المفاجأة إن ساكورا ما دخلش بمود المعركة ولا حاجة، لأ بكل برود كده لف وشه ومشي كأنه بيعدي جنب قهوة مش عصابة واقفاله. بس يا حلاوة الزعيم المتنمر ما سابهوش، شد إيده وقال له رايح على فين يا نجم؟ ماشي كده كأننا مش مستنيينك، ما ينفعش ده لسه الحفلة بتبدأ. بس ساكورا بسم الله والله ابتسامة باردة كده اللي هو أنا عارف النوع ده، دي الحفلة اللي دايما بدخلها غصب عني. ساعتها أدرك إنه مش هيهرب ومش هيسيب نفسه يبقى مجرد نكرة تاني. قرر يرد مش عشان العيل ده يستاهل، لأ علشان يثبت لنفسه إنه يستحق مكانة وإنه له قيمة، خصوصا بعد ما فكر في كلام كتوها اللي قالت له من شوية عمرك ما هتبقى القمة لو فضلت لوحدك. وساكورا جواه نار بتقوله لأ أنا هبقى القمة لوحدي. الزعيم المتنمر قرب منه وقال بنبرة استفزاز تجيب الجلطة، واضح إنك اخترت الشخص الغلط، مفكر إنك لما تضربني الناس دي هتسكت؟ ده أنت غلطان قوي. بصراحة أنا لو منك كنت حفرت حفرة ودفنت نفسي فيها قبل ما أقف قصادي، ده أنت أمك أكيد دعيالك. وكل العصابة واقفين وراه، بس ساكورا ما تهزش لسه، وبدون ما يستنى رد راح لطش لكمة من بتوعه طيرته زي كيس الشيبسي. الناس اتجمعت والدنيا سخنت، العصابة كلها اتلمت عليه، وساكورا في عز الضرب شغال بيفكر هو ليه الكوكب كله بيكرهه، ليه شكله وصوته وطوله كل حاجة فيه بتزعل الناس. بس بصوت عالي ووشه متغطي بالغضب قالها حتى لو كنت غريب الأطوار أنا أستحق الاحترام، أستحق إني أكون هنا. وبدأ يفنش في العصابة واحد ورا التاني وبيقول أنا هنا الأقوى يا شوية عصافير، أنا مش محتاج حد جنبي، أنا قوي وهفضل كده لوحدي. وبيتحرك بسرعة خارقة كأنه بيختفي ويظهر. في وسط كل ده كاتوها سمعت وخرجت من المطعم تشوف ايه اللي بيحصل، بس في واحد جبان من العصابة عمل حركة رخيصة كده ومسك سكينة وحطها على رقبتها وبص لساكورا وقال له أنا عارف إن أكتر حاجة بتقرفكم يا طلبة فورن إن حد يأذي الأبرياء، سلم نفسك بقى علشان البنت دي ما تتأذيش. فاكرة رفع حاجبه اليمين وقال له أنت بتتكلم بجد؟ وفجأة طاخ ضربه بسرعته الخارقة والسكينة طارت كأنه الشيف الشربيني وأنقذ كاتوها للمرة التانية. قالت له بشكر شكرا، تاني مرة تنقذني؟ رد عليها وهو بيحاول يخبي خجله يا شيخة عادي بقى، كل شوية تفتكر إني بعمل ده علشانك؟ أنا بس بتعامل مع أغبياء لازم أربيهم. وفجأة واحد من العصابة جه من وراه وضربه في رجله، وده هيبقى سبب إن يولع الدنيا أكتر. بس العصابة كانوا زي الزومبي، كل ما واحد يطير يقوم تاني، وكلهم بدأ يهجموا عليه دفعة واحدة. وساكورا بيقاتل وفي نفس الوقت مش قادر يبعد عن كاتوها كأن جسمه مربوط جنبها بخوف، وبص لنفسه بنظرة فيها سؤال مش لاقيله إجابة. وفي لحظة غدر حقيرة واحد جه من وراه وطعن رجله. ساكورا وقع على ركبة واحدة وبيتنفس بصعوبة وبيحاول يثبت على رجله، وكان واقف بين كاتوها والعصابة وبيقول لهم بصوت واثق وهو بيعرج من الجرح
أنا حافظ تحركاتكم، ما تحاولوش معايا أنا بالذات. ولسه في واحد تاني جاي بالعصاية من فوق علشان يضحكوا، وساكورا بكل عزيمته لف نفسه قدام كاتوها علشان الضربة تيجي فيه هو، بس قبل ما العصاية تنزل مسكها واحد بإيد واحدة وطلع شاب واقف وبيقول انت طالب سنة أولى صح؟ شكرا انك أنقذت الموقف حد ما احنا نيجي. هو كان هيراجي أحد أشهر وأقوى طلاب فورن، بعيون اللي فيها احتكار بص للعصابة وقال لهم انتوا جايين هنا بالعصيان بتخربوا الحي وبتأذوا المدنيين، هو انتوا فاكرين نفسكم مين؟ ده حتى ما حسبتوش حساب انكم بتزعجوا طلبة فورن، ده انتوا هتتنبخوا النهارده. وفي الخلفية ظهر طلاب فورن بقوتهم وكاريزمتهم، وكان في واحد منهم بيضحك بسخرية وبيقول لو كنا عارفين عددهم التافه ده 2 مننا بس كان خلصوا الموضوع. وساكورا بيبص حواليه ليه انه مش لوحده لأول مرة، وحس بحاجة غريبة في قلبه، حاجة كأنها ثقة. بس قبل ما يطول في التفكير هيراجي قال له وهو بيشاور على رجلي المجروحة قوم يا بطل احنا نكمل. وساكورا ابتسم ووقف بصعوبة وقال في سره انا مش محتاج مساعدة من حد. ساكورا واقف مكانه ورجله بتنزف ومخه مش قادر يستوعب ليه بيدافعوا عني، انا حتى لسه ما دخلتش المدرسة دي. لكن صوت هيراجي وهو بيزعق صحاه من افكاره، يا طلاب فورن اتحركوا، انا مش عايز ولا واحد من العيال دول يعدي الخط ده، انا عايزهم يتكسحوا هنا دلوقتي. والمعركة بدأت. 4 من طلاب فورن نزلوا على العصابة زي العاصفة، حركات سريعة ودقة عالية، كل واحد فيهم بيمسح 5 6 في ضربة واحدة. وفي وسط المعركة واحد من العصابة هجم على ساكورا من وراه، لكن قبل ما يوصله يراجع بنفسه اتدخل ضد الضربة وبص لساكورا وقال له ركز يا غبي انت مصاب، اقف على جنب. ساكورا حس بالإهانة وقلب عصبية، المعركة دي بتاعتي انت مالكم. لكن هيراجي مردش وكمل يقاتل وكأن ساكورا مش موجود. وفوق العمارات الناس طلعوا من التليفونات بيهتفوا ويشجعوا. كاتوها قربت من ساكورا وقالت له بابتسامة هادية مش أنا قلتلك الحي ده بقى فيه قوانين؟ زمان كانت العصابات بتتحكم في كل حاجة، بس من سنتين طلاب فورن حطوا قواعد جديدة. شوف اللافتة اللي على الحيطة هناك. وساكورا وهو بيتلفت سمع صوت هيراجي بيزعق وهو بيقاتل مش بس بتعرفوش تستخدموا العصيان دي، ده حتى ما بتعرفوش تقروا. لو كنتوا قريتوا اللافتة اللي مكتوب فيها أي شخص هيعدي النقطة دي وفي قلبه شر أو يجلب الفوضى مش هنسيبه يعيش، كنتوا وفرتوا على نفسكم الضرب ده كله. وساكرا بص للافتة وشاف الكلمات بنفسه وبدأ يفهم إن القوة هنا مش مجرد عضلات أو ضرب، دي قوة هنا ليها قواعد وليها شرف. وفجأة لأول مرة ساكرا حس إنه عايز يكون جزء من المكان ده. ساكرا كان ساكت بيبص في الأرض وكل جملة من كتوها كانت بتدق جواه، ليه أنقذتها؟ ليه ساعدت الراجل العجوز؟ ليه ما قدرش يشوف الناس بتتأذي ويسيبهم؟ كل الأسئلة دي كانت زي الطعنات في دماغه، لكنه كان بيقاوم يحاول يثبت لنفسه إنه مختلف. بس صوت كاتوها داخل جواه زي السهم بتقوله بصلي في عيني بدل ما تبص في الأرض، انت مش وحيد لأنك اخترت كده، انت وحيد لأنك تعبت من الناس، بس انت لسه ما فقدتش الأمل. ساكورا رفع عينه ببطء والأول مرة مش شايف قدامه واحدة بتغيظه، شايف بنت واقفة وراه مش عليه. وهو بيحاول ينطق الست العجوزة اللي كانت جاية تعالجه قربت تاني وقالت له رجلك بتنزف يا ابني، احنا هنا مش زي المكان اللي جيت منه، احنا بنحترم اللي بيحمينا حتى لو كان لسه غريب. ساكورا لقي نفسه ساكت مش قادر يرد، بس كاتوها قربت اكتر وهي بتعقم له الجرح، لو مشيت دلوقتي هتفضل طول عمرك تهرب من اللي جواك، بس لو قعدت وواجهت ممكن تلاقي مكانك اخيرا بينا في فرن. بس في اللحظة دي شاف الناس حواليه بتبتسم له، شاف طفل صغير بيقول له انت بطل يا عمو، شكرا لانك حميتنا. وقتها الدنيا كلها سكتت في ودنه وابتسم. ومن هنا بيشهد الكل على بداية ظهور بطل جديد. وبعد الأحداث اللذيذة دي كلها بنشوف الجدة ساتو داخلة المطعم مع بطلنا وقالت له انت من طلبة فرن الجدعان وشكرا جدا على مساعدتك. وهو علشان مش متعود ان حد يشكره غير في ام البلد دي اتحرك وكان عايز يمشي بسرعة من المطعم، الا ان كاتوها وقفته علشان عمله فطيرة بالبيض والفواكه الموسمية اللي الكل بيحبها، وبتقوله دي هدية مني بما ان النهاردة يوم مراسم دخولك للمدرسة. بس مش المفروض المراسم هتبدأ لسه بعد الظهر الساعة 10؟ لسه ما تقولش انك متحمس للمدرسة علشان كده جاهز بدري. فقال لها يا شيخة ارحميني بقى، والله ما عندي غير اللبس ده. وهي برضو كانت مصممة انه متحمس. ساكورا كان ماسك الفطيرة وايده بترتعش من مشاعر كتير جواه، الامتنان والخجل والدفى. قال بصوت واطي وهو بيهرب بعينه انا مش متحمس
متحمس ولا حاجة، بس يعني بشوف اللي هيحصل. كاتوها ضحكت وقالت له ماشي يا عم الهادي الرزين، روح على المدرسة قبل ما تتأخر، لو احتجت حاجة احنا هنا. وفي اللحظة دي بيدخل شاب على الله حكايته خالص اسمه نيري بقميص ملون، وكان مهتم بالموضة ولكن كان لابس فوق القميص ده زي غلاف فرن. وبحماس كبير دخل ينادي على كاتوها، ومن كتر حماسه بيتكعبل وبيقع على الأرض. فالجدة ساتو لما بتشوفه بتقوله صباح الفل، الوقوش شرف اهو. وهو بنفس الحماس بيقوم وبيقوله كاتوها ايه رأيك في الشياكة العظيمة اللي انا عاملها دي؟ اكيد زي فرن هياكل مني حتة مش كده ولا ايه؟ فساكورا اتدخل وقال له لا طبعا لا طبعا مش كده، وشيل بطاقات السعر اللي على اللبس دي علشان انت شكلك نسيتها. ونير العبيط ده بيلف حوالين نفسه علشان بيحاول يشيل البطاقة بتاعة السعر ومش طايلها لحد ما اخيرا عرف يشيلها. فوقتها ساكورا ما كانش فاهم مين العبيط ده، وبيقول لكاتوها هو العبيط ده هيبقى معانا في فرن؟ قالت له ايوه، ده كمان هيبقى معاك في نفس السنة الدراسية. فنير اتضايق وبص لبطلنا كده وقال له انت بتتكلم عني كده ليه؟ وانت مين اصلا؟ انا اول مرة اشوفك. هو انت فعلا من خارج البلد؟ وايه شكلك ده؟ انت ليه شكلك غريب كده؟ وايه الشعر والعينين دي؟ ساكورا وهو واقف على جنب حاطط ايده في جيبه وقال ببرود غريب عنك شكلي؟ ما تبص على نفسك الاول، ده القميص بيصرخ موضة 87 والبطاقات طايرة كأنك لابس محل هدوم مش لبس. ايه يا عم انت فاشونيستا ولا محل ازياء؟ نير اتحول شكله ومش طايق بطلنا. كاتوها كانت بتحاول تكتم ضحكتها لكن الجدة ساتو قالت بصوت عالي وهي ماشية بعيد يا ريتك كنت سكت، ده شاف قميصك من اول الشارع قال البوليس جاي. نير اتصدم وبص لساكورا الست دي مين؟ ده في تحامل واضح عليا النهارده، انتوا مش مقدرين الفن ولا ايه؟ ساكورا قال له بنفس البرود انا بس مش مصدق ان الكائن ده يبقى معايا في نفس السنة الدراسية. نير اتنرفز وقال وهو بيشاور على ساكورا انت يا صاحب الملامح الغامضة انا اسمي نيري وما بحبش حد يسخر مني، وخد بالك شكلي غريب، ده انا اتعرض عليا عروض ان اكون موديل في مجالات كتير. ساكورا رد بسرعة اكيد مجالات كرتونية ولا مجالات تحذيرية من اللبس الفاقع. كاتوها وهي بتضحك قالت له كفاية كده يا جماعة، انتوا الاتنين هتبقوا زملاء بكرة المدرسة هتبدأ، احسن تتعرفوا على بعض بدل الخناق. نيري قلب غرور ماشي انا بتنازل، هعتبرك لسه جديد ومش فاهم ستايل الموضة، بس لازم يوم من الايام اغير شكلك، ده وعد. وساكورا بصله وقال له وانا بوعدك انك هتندم على الكلام ده. نير اتجمد مكانه لما سمع الرد وقال ايه ده؟ انت بتتكلم عن القمة؟ ده انت لسه ما دخلتش المدرسة وبتحلم تقعد على عرشها كده. ساكورا وهو بيخلص اخر قطمة من الفطيرة مسح ايده بهدوء وقال له طالما وصلت هنا فانا واثق اني مش نكرة وكل حاجة هتفهمها في وقتها. نيري بقى اللي ما بيحبش يسوق عليه حد في الكلام اتفاجئ بنبرة ساكورا وقلب غيظ يعني شايف نفسك من العظماء؟ ساكورا وهو بيبصله قال له لا مش شايف نفسي منهم، انا جاية علشان اتفوق عليهم. كاتوها وهي بتحاول تلم الموقف عشان الجو بدأ يسخن قالت بضحكة مرتبكة الله الله يا جماعة، دي أول مرة تقابلوا بعض؟ يعني بدل ما تبدأوا تعايروا بعض ابدأوا في أول الطريق بصداقة مش خناقة. وبطلنا شايف نفسه الأقوى وبيفكر إنه يبقى زعيم الأبطال كمان، وأهو داخل في مود الحماس والغرور لدرجة إن نيري واقف يبصله وقال له يا عم بلاش كلام كبير مش قدك، لو فضلت تجري ورا حلم زي ده هتضيع عمرك على الفاضي وفي الآخر ولا هتوصل ولا حاجة. لكن بطلنا اتعصب جدا وقال له مش مصدقني؟ طب تعالى بره وهوريك أنا جامد قد إيه. بس نيري فجأة بص بساعته واتخض وقال لها يا نهار أبيض أنا اتأخرت. تاتوها بقى استغربت وقالت له يعني مش هتلحق تفطر؟ فقال لها فطور إيه يا بنتي؟ أنا أصلا جيت أستعرض شياكتي ووسامتي وماشي. ساكورا كان واقف بيزعق له بس نيري ولا كأنه سمعه ومكمل كلامه مع كاتوها أنا لازم أخلص 3 جولات جري دلوقتي، سمعت إنهم مهمين قبل ما تبدأ مراسم دخول فرن علشان أنا خلاص همسك لقب بطل العدالة النهاردة. وساكورا واقف مش فاهم هو واحد زيه بيعمل إيه في فرن أصلا. توها بقى بصت له وقالت بصوله كده مش تحس إنه ظريف؟ فرد عليها ساكورا وهو متضايق ظريف إيه بس أنا بقالي ساعة بكلمه وهو مش بيرد، وبعدين إزاي واحد شكله هايف كده يقبلوه يدخل فرن بطل العدالة؟ المفروض يكون هيبة مش كده. كاتوها استغربت من كلامه وقالت له يعني انت كمان بتتنمر؟ قال لها انا مش بتكلم على شكله انا قصدي على لبسه، المهتمين بالموضة دول دايما جبناء في الارض، المعركة دي خبرة وافتكر كلامي مفيش اسخف منه. فردت وقالت له انت كده بتخترع في دماغك افتراضات وخلاص. قال لها انا شفت ده بعيني كتير كمان. قامت فاجئته بسؤال غريب طب تعرف لون فاكهة القهوة ايه؟ هو استغرب وقال اكيد بني زي لون القهوة يعني.
قالت له بكل ثقة غلط، لونها أحمر وطرية كده زي الكرز. أنا كمان كنت فاكرة إنهم بيجمعوا البن من على الشجر بني كده زي ما بنشوف، بس اللي ما يعرفوش ناس كتير إن اللي إحنا بنشربه ده أصلا البذور اللي جوه الفاكهة اللي لونها أحمر. بصي، أوقات كتير بنغلط غلطة كبيرة لما بنبص على الموقف من زاوية واحدة، وساعتها بنفتكر إننا فهمنا بس إحنا أصلا ما شفناش الصورة كاملة. يعني ببساطة ما ينفعش تحكم على حد وإنت لسه معرفتش حقيقته. كاتوها كانت بتحاول توصل للبطل نفس المعنى وقالت له خد وقتك، ما تجريش تبني توقعات على الناس من غير ما تعيش الموقف بنفسك. افهم بجد واسمع، شوف وحلل، وساعتها بس ممكن تقول رأيك. هو ساعتها فضل ساكت لحظة كده بيهضم كلامها، وبعدين سألها هو نيري قوي فعلا؟ كاتوها وقتها بصت له وقالت له باستغراب بجد يعني سبت كل اللي قلتلك عليه وكل اللي شغلك إذا كان نيري قوي؟ خرج من المطعم وكلامها لسه شغال في دماغه، بس قبل ما يغرق في تفكيره قطعه واحد من الخبازين وهو بيقدم له رغيف سخن كده وقال له بابتسامة اتفضل، الخبز ده لطلبة فرن دايما، دي أقل حاجة أقدر أرضلكم بيها الجميل. فاكره كان واقف مستغرب وقال له طب ليه بتديني خبز أصلا؟ فرد الخباز طلبة فرن دايما بيساعدونا وانتوا تستاهلوا. وساعتها واحدة من الشغالين في المخبز كمان قالت له أنا شفتك وقت الخناقة الكبيرة اللي حصلت، كنت بطل حقيقي والناس كلها مبطلتش تتكلم عنك. وقتها بطلنا كان واقف كده متلخبط مش مصدق انهم بيقولوا عليه الكلام ده. قال لهم بس انا مش جعان، بس الراجل خباله شنطة فيها عيش مخصوص ليه وقال له اعتبرها هدية خدها معاك. بطلنا اتوتر جدا وفضل ماشي والشنطة في ايده، وكل ما يعدي بحتة الناس تشكره وتمدحه ويندهوا عليه ويديله حاجات ببلاش. كان تايه حرفيا، طبعا ازاي الناس دي شايفاه شخص يستحق كل التقدير ده، حاجة كده عمره ما اتعود عليها. وفجأة واحدة من الناس جريت عليه ومسكته من دراعه وبتقوله بفزعة الحقنا بسرعة، ما انت من طلبة فرن مش كده؟ وفي اللحظة دي ميري كان بيتضرب جامد من واحد متنمر شكله معروف كده لابس قبعة زرقاء، وكان بيزعقله وبيقوله ايه يا ابني، انا واقف مع بنت زي القمر ومبسوط، انت تيجي تدخل تبوظ كل حاجة؟ مالك انت؟ ميري بصيله وقاله علشان البنت كانت متضايقة ما كانتش عايزة تكمل معاك وانت كنت بتغصبها. المتنمر ساعتها اتجنن وقاله انا بقى وصلت الاخر منكم يا طلبة فرن، ماشيين في البلد شايفين نفسكم ابطال تتدخلوا في كل حاجة، فاكرين نفسكم حماية المدينة؟ طب تعالوا ورونا بقى. الكلام ده خلى ميري يشتعل، راح ماسك في المتنمر بس للأسف الضربة جاتله بسرعة وقع على الأرض، والمتنمر واقف فوقيه بيقوله بسخرية ما تتعبش نفسك، عمرك ما هتبقى بطل بالضعف ده، ارجع لبيتك وعيط في حضن مامتك يمكن تحس انك كويس شوية. وساعتها الضحك بدأ، المتنمرين واقفين يضحكوا عليه بس ميري يا عين أمه قام تاني وهو شايل كل القهر اللي جواه ومسك في المتنمر تاني. المتنمر قاله بعصبية أنا زهقت منك ياض وهطلع غضبي كله فيك. وفجأة ميري صرخ بكل قوته أي حد جواه شر أو ناوي يخرب المدينة دي هيتم القضاء عليه عن طريق طلاب فرن، افهموا ده كويس وما تنسوش أبدا. بس المتنمرين فضلوا يضحكوا أكتر، ضحكوا على كلماته. واحد فيهم قال له أهو الناس اللي عايشة في أوهام المسلسلات والبطولات تتكلم كتير بس في الحقيقة ولا حاجة. والمتنمر لبس القبعة الزرقاء بدأ يلم كل طاقته وجهز قبضة إيده علشان يوجه ضربة قاضية على نيري، ضربة كانت كفيلة تخلص عليه تماما. لكن قبل ما الضربة تنزل عليه بوم، حد دخل فجأة زي الشبح. ساكورا دخل برجله الطايرة اللي طيرت المتنمر، الناس كلها اتجمدت مكانها من الصدمة ونيري واقف مش فاهم وبيقوله بدهشة ساكورا انت بتنقذني؟ قاله يا عم لا ما تفهمنيش غلط، انا بس عندي عقدة من الناس الضعفاء اللي بيعيشوا في وهم القوة، انا عندي مشكلة مع النوعية دي لازم اديهم درس يفضل محفور في دماغهم علشان يبطلوا يفكروا بالطريقة دي اللي بتقرفني. المتنمرين وقتها اتلموا حواليهم وقالوا لساكورا انت فاكر نفسك مين؟ واحد من فرن جاي تنقذ صاحبك لوحدك كده؟ هو انت متخيل ان هتخرج من هنا سليم؟ ساعتها المتنمرين كانوا على وش انفجار ونيري بصله وقاله انت بتهبب ايه؟ مش هتعرف تهزمهم لوحدك. بس قبل ما يكمل كلامه في اقل من ثانية ساكورا كان خلص عليهم كلهم حرفيا
جدا مفيش واحد واقف. نيري واقف مصدوم وبيفكر هو مين ده، ازاي القوة دي كلها جواه. وهم ماشيين بقى نيري وقف كده ووشه كله إحراج، بص لساكورا وقال له أنا عارف إنك اتصدمت إن واحد زيي هيبقى معاك في مدرسة فورين. ساكورا رد عليه ببرود كالعادة، لا ما تفهمنيش غلط، أنا أصلا ما عملتش كده علشانك ولا فارقلي قوي يعني بصراحة كده، أنا مش مستوعب أنت بتعمل إيه في فورين من الأساس. وسكت لحظة وبعدين قال له بس يعني نصيحة كده، حاول تحمي نفسك الأول بدل ما تحاول تحمي الناس. وفجأة نيري وشه بدأ يحمر والدموع بدأت تنزل على خده وقال له أنا زمان كنت في المدرسة الإعدادية مجرد ولد مطيع وباخد ضرب على الفاضي والمليان، لحد في يوم طالب من فورين جه وأنقذني، كان شبه الأبطال كده قوي وملهوش زي. ومن ساعتها حلمي الوحيد إني أدخل فورين وأبقى قوي وأكون زيه، بس الظاهر أنا مجرد فاشل ومليش أي لازمة، وحتى لما بحاول أكون شجاع بطلع مثير للشفقة في الآخر. وساعتها ساكر قال له بطل ياض العياط ده، وانت عايز تبقى قوي ولا تبقى عيل كيوت كده؟ هتفضل تضعف أكتر وأكتر، انشف بقى واسترجل يا ابني. بس يعني بصراحة انت مش سخيف قوي. نيري في اللحظة دي وشه نور، لأول مرة ساكورا مش بيهزقه ده حتى كأنه استلطفه. وفجأة ظهرت البنت اللي نيري اتضرب علشانها، جت ناحيته وقالت له بابتسامة فيها امتنان أنا مش عارفة كان هيحصل لي ايه لو ما كنتش اتدخلت من أول ما المتنمر مسك دراعي وأنا مرعوبة، بس انت أنقذتني فعلا، شكرا بجد. بعدها بصت لساكورا وقالت له وانت كمان شكرا جدا على اللي عملته. وساكورا كالعادة اتكسف جدا، بص الناحية التانية ووشه قلب طماطم، قلبه ضعيف في الحتة دي رغم كل التلاحة. أما نيري بقى راح طلع نوتة صغيرة من جيبه فجأة وقعد يسأل ساكورا أسئلة عجيبة كده، طولك كام ووزنك وأكلتك المفضلة ايه وهوايتك. وساكورا واقف مصدوم وبيقوله بعصبية هو في ايه انت بتعمل ايه؟ ونيري بيرد انا متعود اجمع معلومات عن الاشخاص الرائعين زيك كده بالظبط، لازم اوثق كل حاجة عنك. فاكره كان هين عليه يجري ويصوت وقال له بطل هبل، وقال له انا ماشي بقى مش ناقصة غباوة. بس ميري لا طبعا، مسك ايده وفجأة وقال له بما اننا خلاص بقينا زمايل في نفس المدرسة يبقى لازم اعمل لك جولة تعريفية بمدرسة فورين. ساكورا وهو بيتشد كده قال له انت فاكرني مش عارف طريقي ولا ايه؟ وبعدين يا غبي سيب ايدي مش ناقص فضايح. بس ميري كان عامل نفسه مش سامع وماسك فيه كأنه بيشد صاحبه على مغامرة عمره، لحد ما وصلوا للمدرسة، مدرسة فورين اللي منها هتبدأ حكايتهم الكبيرة. وأهو أول ما دخلوا مدرسة فورين رسمي رحبوا بيهم على أنهم طلاب سنة أولى. ونيري كان فرحان كأنه طفل دخل ملاهي لأول مرة، قعد يزن على ساكورا يلا بينا نلف المدرسة، عايز أفرجك على كل ركن فيها. ساكورا كان قاعد يحط على جنب وشه كله تركيز، بس مش على الجولة دي خالص، لا ده كان مستغرب في حتة خبز الخباز اداهاله قبل كده وقاعد ياكل فيها وكأنه أكل عمره، ومبسوط جدا كأنه ناسي الدنيا كلها. أما نيري فقاعد يسحب فيه بالعافية ويقول له يلا بقى احنا لسه ما شفناش حاجة. وهما بيلفوا ساكورا بدأ يلاحظ حاجة، الكتابات اللي في كل حتة وتصميم المدرسة والجو العام، كان باين قوي ان المكان ده مختلف. المكان ده فيه ناس قوية، ناس مش عادية، ناس شبه اللي شافهم في الخناقات اللي فاتت. وفجأة نيري صرخ ساكورا تعالى بسرعة، لقيت قائمة الطلاب. ساكورا قال له يخرب بيتك، جريوا عليها وبدأوا يدوروا على أساميهم. لما نيري شاف اسمه مع ساكورا في نفس الصف وشه نور بزيادة وعينه لمعت زي اللمبة الليد، وقال له هو طاير من الفرحة احنا في نفس الفصل تخيل. ومش بس كده، معانا طلاب جامدين تحت، دول أبطال معروفين كلهم عندهم إنجازات وأساميهم بترن في المدرسة كلها. ساكورا كده رد عليه ببرود يليق بيه ايه يعني ده مجرد توزيع عشوائي للطلاب، ما تتحمسش على الفاضي. نيري بصله وقال له باستنكار يا عم انت عبيط، ازاي يعني مش مهم؟ ده اهم حاجة تعرف مين اللي معاك، ازاي تتعلم وتتطور وتحمي نفسك، لازم تكون واعي للي حواليك. وبعدها قرروا يكملوا جولتهم في المدرسة. واثناء ما هم ماشيين نيري وقف فجأة وسأل هو على فكرة مش ملاحظ ان ده غريب شوية؟ يعني احنا في نفس الصف بالصدفة كده. ساكورا ساب الكلام يعدي لكن نيري ما كانش ناوي يسكت، قال له بس يسيبك بقى من كل ده، انا عايزك
توعدني بحاجة. ساكورا استغرب، أوعدك بإيه؟ أنت عايز إيه تاني؟ رد نيري بحماس هستيري، أبوس إيدك يا شيخ، خليك لطيف شوية مع الناس اللي في الفصل، اتعلم تضحك. ساكورا قال له أضحك؟ وأنت فاكرني مهرج يعني ولا أنت داخل تهزر معايا؟ نيري قال له بكل جدية، مش بهزر يا عم، بس أعضاء فورم هنا مش قاعدين يهزروا، دول مجتمعين علشان يحموا البلد، وأنت أصلا جاي من بره، يعني لازم تثبت نفسك وتكون كويس مع اللي حواليك. الناس هنا محتاجة تشوف إنك تستحق تكون وسطهم مش ضدهم. نيري لسه بيكمل كلامه وبيقول لساكورا، بص بقى، ما تستغربش لما تلاقي الناس بتشك فيك ويسألوك انت جيت هنا ليه، علشان كده مهم جدا تثبت انك مش مؤذي ولا عدو للمدرسة. بس قبل ما يكمل الجملة بص لقى ساكورا واقف فجأة وبيعمل تسخين لعضلاته. نيري اتصدم، انت بتعمل ايه يا معلم؟ ساكورا قال له، وانا اول مرة اجي المكان ده فلازم اكون جاهز لأي حاجة، احتياط يعني. نيري بيقول له، انت بتهزر؟ ده انا بقالي ساعة بقولك الناس هنا ممكن تفهمها غلط، واهو حضرتك بتسخن علشان تضربهم كده المدرسة كلها هتتشقلب علينا يا ابني. لكن ساكورا بكل برود الدنيا، ايه يعني لو كلهم بقوا ضدي؟ انا ما عنديش مشكلة. ودخل الفصل ونيري وراه، بس اول ما دخلوا الدنيا اتقلبت. كل الطلاب اللي جوه نظراتهم زي السكاكين، حدة غير طبيعية، ونيري كان بيرتعش حرفيا من الخوف. اما ساكورا واقف ثابت ولا كأن في حاجة حصلت، العكس ده شكله متحمس جدا. وفجأة بيجي ولد لابس ركعة عين واقف قدام ساكورا ونظراته تقيلة كده، وقال له، كده انت الطالب الجديد ساكورا صح؟ ساكورا فورا خد وضعية القتال وقال له، يعني لو انا الجديد انت مالك؟ وبعدين انت مين؟ ميري اتسحب بسرعة وقال له، اسف اسف، ما يقصدش، هو بس متحمس شوية، ما تاخدش على كلامه. الولد بيرد وقال لهم، انا اسمي ليوناردو دي كابرو، الفصل بتاعنا. وقتها قال لهم اسمه الحقيقي وحكى قصة ركعة العين بتاعته، قال لهم انها مش عاهة ولا اصابة جوه عينه. نيري قال له، ايه ده؟ يعني مش حادثة ولا حاجة؟ رد عليه، لا يا عم، دي الناس هي اللي بتقول كده، انا بس بحب ازود بهارات على القصة. ساكورا وقتها اتنرفز وقال لهم، احنا مالنا بقى، انت بتحكي حكاية عينك ليه دلوقتي؟ لكن ليونار وقتها بص لساكورا بتركيز وحس ان شخصيته مختلفة فعلا ومثيرة للاهتمام. اما نيري كان بيترعب من اللي بيحصل لانه عارف كويس انهم ما بيحبوش الناس اللي جايين من بره، وكان حاسس ان في خناقة هتحصل دلوقتي وساكورا هيتحط في ورطة وهو مش هيقدر يساعده. بس فجأة ان ليناردو حط ايده على كتف ساكورا وبهدوء وابتسم له. بعد ما لينار قال له، انت جامد جدا، انا سمعت اللي عملته امبارح، ده كان عمل اسطوري بجد. الطلبة حوالينهم كانوا مستغربين وسألوه هو بيقصد ايه، انهي خناقة؟ وهنا لينار حكى لهم تفاصيل اللي حصلت امبارح، ازاي ساكورا قاتل كل الاعداء لوحده حتى قبل ما يوصل لهيراجي واللي معاه. الطلبة كلهم بصوله بانبهار واتجمعوا حواليه زي ما يكون بطل اسطوري، وابتدوا يمدحوا فيه ويسألوه اسئلة من كل ناحية. ساكورا اتوتر شوية، ما هو مش متعود يتشكر له كده. اما نيري مصدوم وفرحان في نفس الوقت، بيقول في نفسه الحمد لله شكله مش هيكون عدوهم. وفجأة واحد من الطلبة سأله، هو انت ليه جيت من بلد خارجية لهنا؟ ساكورا بكل غرور كده رد، انا جيت هنا علشان ابقى القمة عليكم كلكم. بقى في صمت رهيب، الطلبة واقفين مش مصدقين الرد. ونيري دخل فورا يحاول يصلح الموقف وقال، هو مش قصده كده والله، ده يمكن بيهزر، ما تفهموش ان بيقول انه هيهزمكم او عايز يضربكم لا سمح الله. بس ساكورا الرد وهو واقف بكل برود، بس انا فعلا قصدي كده. نيري قال له، اسكت خالص، ده انت هتودينا في داهية يا قلبي النهارده. وفجأة بوم، ديسك بيرمي قدام ساكورا قوة، وكل اللي في الفصل سكتوا، وسمعنا خطوات تقيلة بتقرب، وبيظهر قدامهم الطالب المخيف اللي الكل بيهابه، توجو شيتا. مش بس اقوى واحد في الصف، ده اخطر طالب في المدرسة كلها. نيري مسك في ساكورا من دراعه وقال له، ابوس رجلك ما تتحركش، ده مش اي حد، ده سوشو شيتا بنفسه، ده هيسحقك. لكن ساكورا ابتسم وقال له، يلا بينا. توجو شيتا غضب جدا وضرب الديسك بايده فكسره نصين في لحظة، وقلبه غضب، انا هسحقك من الوجود. اما ساكورا ابتسم بكل برود وقال، هو ده اللي انا مستنيه، هو ده اللي جاي اشوفه في مدرسة فورين، ده بالظبط اللي كنت بدور عليه. النهاية المجنونة دي خلتنا على اطراف الكرسي بجد. ساكورا ضد سوجو شيتا، مين فيهم هيكسب؟ وهل نيرا هيهرب ولا يتفرج؟ وازاي باقي الطلاب هيتصرفوا بعد المواجهة دي؟ تنوا الجديد علشان اللي جاي مولع اكتر. واوعوا تنسوا تقولولنا رأيكم وايه اكتر شخصية هدتكم في الحكاية لحد دلوقتي. ويلا سلام.